اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض حبة فطير، إنما إيه، عسل وسكر وزي العسل. معايا إيه دلوقتي؟ أنا كان عندي كده كيلو ونص أو كيلو وربع من السمن البلدي، فقلت الأول أسمي الله وأبدأ أسيحهم على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده بقى نروح بقى نشتغل في الفطير بتاعنا. الفطير بتاعنا النهارده اختلاف خالص، يعني مختلف خالص عن الفطير اللي عملته قبل كده. اني هفرده بالسمن البلدي وهعمله كله كده، هعمله بسمن بلدي وقشطه وحاجه كده. بس استمري كده معايا في الفيديو يا ست الكل، وصلي كده على النبي واكتبي لي كومنت حلو، وخليكي للاخر معايا هتستفادي باذن الله. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا كده معايا ان شاء الله 3 كيلو من الدقيق، هنخلهم كويس جدا. وهقول لكم ان الفيديو ده متصور في رمضان يعني في رمضان اللي فات يعني. فانا ما نزلتوش يعني لظروف كده، لظروف جدت معايا كده، فما قدرتش انزله بصراحه. فطبعا لما سمحت الفرصه، قلت بقى ايه، ما بداش بقى انزله معاكم وتشوفوه. واللي مثلا يا رب كده يكون اي حد شاف الفيديو استفاد منه ويدعي لي دعوه حلوه. طبعا السمنه البلدي كانت معايا خلاص خلصت، وفضيتها في حله تانية وصفيتها وسبتها بقى على جنب. وبعد كده هنيجي بقى نشتغل في الدقيق. معايا بسم الله، جبت على ال3 كيلو دقيق كيسين من البيكنج باودر، رشه من الملح، مع يعني نص معلقه من الملح، معلقتين من السكر، وهبدا اعجن زي ما انت شايفه كده يا ست الكل. يعني اهم حاجه في المرحله دي ان انت تعجني العجينه كويس جدا وتنعم في ايدك، علشان خاطر تعرفي تشتغلي فيها وما تتعبكيش وانت بتفرديها. خلاص كده، يعني اهم حاجه في الخطوه دي ان انت تعجني العجينه كويس، ما تتقطعش معاكي. تفضلي تعجني فيها كده وتفردي فيها علشان خاطر ما تتقطعش معاكي وانت بتفرديها. خلاص، وبعد كده هنسيبها بقى ترتاح خالص. بعد ما ارتاحت بقى حوالي كده ساعة ساعتين زي ما انت عايزة، يعني على قد ما تقدري تريحيها ريحيها. وهبدأ بقى اقطع الكور بتاعتي زي ما انت شايفة كده. الكور بتاعتي بقطعها على حسب حجم الفطيرة اللي انت عايزاها. لو فطيرة كبيرة بتقطعي الكور كبيرة. لو عايزة مثلا الفطيرة مورقة وصغيرة، يعني تبقى معاكي مورقة قوي كده وصغيرة، بتقطعي الكور صغيرة. انا طبعا قطعتهم ومعايا بقت الكمية دي. خلاص كده، طبعا في كور عندي هنا كبيرة لاني انا عندي احجام ايه، الصواني عندي ما شاء الله يعني هيبقوا كبار. بعد كده هاخد معلقتين من السمنه البلدي، هدهن وش الكور اللي انا ايه كورتها، علشان خاطر ايه ما تنشفش مني وانا شغاله. اي نعم انا بغطيها وكل حاجه، بس برضو للامان. فقلت بقى النهارده باذن الله يبقى الفطير مختلف جدا. واعمله كده ايه على بالسمن البلدي الجميله دي. بصي، هو فطير يعني سمن، يعني سمنه بلدي، زبده بقري، بصي اللي موجوده عندك. لكن ما انصحش بقى الزيت والكلام ده كله، بينشف الفطير معاكي. هو الفطير يحب يتفرد بالزيت بس، لكن ما تحطيش فيه زيت كتير علشان الزيت بينشفه جوه الفرنه، وهيديك نتيجه مش حلوه، مش هيخليه كمان مورق. تمام كده. وهاخد بقى بعد ما دهنت الوش الكور بتاعتي بالسمن البلدي، هسيب العجينه برضو ترتاح معايا شويه. وبعد كده هسمي الله وابدا اشتغل في اول كوره. جبت ايه، كوره كبيره، علشان دي هتبقى الاساس بتاع الفطير. هجيب بقى وافرد كده من جوه لبره زي ما انت شايفه كده. ولو هي بقى اتقطعت او اي حاجه ما تقلقيش، كل ده مش هيبان. ده تقطيع الفطيره معاكي ده دليل ان الفطيره معاكي اتفردت وارتاحت وبقت زي الفل. وبعد كده اول كوره معايا هذا بسم الله، هجيب بقى الكوره بعد ما افردها، هطبق ال الوش الجنب ده على الجنب ده. خلاص، زي ما انت شايفه الخطوات. الفطير بالذات ما ينفعش يتشرح، يعني لازم حضرتك تشوفي الخطوات وتركزي فيها علشان تطلع معاكي فطيره مورقه وجميله. وبصي ما فيهاش غلطه باذن الله، واحلى مما هتجيبيها من بره. زي ما انت شايفه كده انا بفرد من جوه لبره، وبايه بتعملي بقى الفطيره كده، بتنفضيها كده او بتدخلي لها هوا، بترققيها علشان خاطر تنفش معاكي في الفرن. بصي بقى، بتجيبي الجنب ده على الجنب ده، وبعد كده بتحطي دهنه من السمنه. خلاص انا بفرد اهو بالسمنه. بعد كده بتحطي سمنه. وهجيب معاكم دلوقتي هحط كمان قلبها قشطه، هحط في قلبها قشطه، احشيها قشطه، هتبقى فطيره بمنتهى الجمال وروعه ومن جوه طريه وهشه. عايزه اقول لك لو ان شاء الله مشيتي على الخطوات دي هتاكلي احلى فطير ممكن تعمليه في البيت،
ومش هتصدقي النتيجة في الآخر مبهرة وجميلة وفي منتهى اللذاذة يعني. القشطة معايا اهي، كان عندي كده ربع كيلو من القشطة. ولو عندك بقى قشطة من وش اللبن، هي دي قشطة من وش اللبن، هتبقى حلوة جدا، هتبقى في منتهى الجمال وهتخلي الفطير معاكي طري وجميل. كان عندي بقى الصاجات دي، لان انا عندي الصواني عندي كانت صغيرة، فقلت انا عايزة اعمل بقى ايه فطيرتين كبار جدا. بصراحة ده حد طالبهم مني، فعشان كده بصراحة يعني ايه عملتهم في رمضان. فكانوا حلوين جدا يعني. انا هعملهم كده هلفهم في الورق الاسترتش، وهيروحوا لصاحب نصيبهم تمام كده. بعد كده بقى هجيب بقى برضو الكورة معايا. انتي طبعا بقى اللي بتحددي الرقات، عايزاها مثلا 15 رق، 12 رق، 10 رقات، انتي اللي بتحددي على حسب حجم الصينية بتعملي. بصوا بقى، انا بعد ما فردتها كده هجيب قطع من القشطة وهحشيها اهو لحوش وهطبق الكاميرا سبوت. عليها زي ما انتوا شايفين. خلاص، تبقى معاكي فطيرة جميلة جدا طرية، مش قادرة اقولك على طعمها من جوه، حاجة كده وهم. دي بقى كان ابني واقف، يا ماما انا عايز اكل فطير. فطبعا كنا ايه بصراحة، عشان كان في رمضان كنا خلاص قربنا على السحور وانا بجهز في الفطير. فرحت ايه بقى عامله له كده فطيرة كده على السريع. قلت ايه كمان اصورها معاكم واوريكي، لو عايزة مثلا تعملي فطيرة من يعني تتكون مثلا من رقين اتنين، هتبقى حلوة قوي لو سويتيها كده على الطاسة. عايزة اقول لك طعمها كان حلو قوي، وكانت مورقة وجميلة، ما فيهاش اي حاجة، مش محتاجة بس غير انك ترشي عليها شوية سكر بودر، هتبقى معاكي فطيرة بالسكر روعة. بصوا بقى، انا كده خلصت دي كده اخر رق معايا. جبت اكبر كورة، يعني اخر رق يفضل ان هو يكون فيه اكبر كورة علشان خاطر تلم الفطيرة كلها معاكي. وهجيب بقى كل الكور اللي انا عملتها، شايفة الخطوة دي اهم حاجة. بعد كده هتقفلي وتكوني حريصة ان هي ما تتقطعش منك، علشان خاطر وانتي بتفرديها تبقى مية مية معاكي. وادي كمان الكورة هي حطيتها في الصينية، ودهنت كمان الصينية بتاعتي من السمنة. شايفين كان لسه في رمضان الجو ما كانش حرر قوي، فتلاقوا السمنة ايه تحسوا انها جمدت شوية. خلاص كده. وهكذا بقى هجيب بقى الصاج ده. انا كده حطيت اول صينية، حطيت الكورة بتاعتي الكبيرة، وهسيب الفطير بتاعي يرتاح خالص، مش هاجي جنبه خالص الا اما يرتاح. خلاص كده، لان انت لو جيتي تفرديها دلوقتي هتردي معاكي تاني، مش هتتفرد معاكي وهتتعبك. وعملت كده دي طريقة تانية برضو، ان انت بتحطي رقات فوق بعضها، وبعد كده بتقلبيها وبتعمليها زي ايه بتقرصيها زي العيش كده، وبترجعيها تاني في الصاج بتاعك. انا عملت فطيرتين كبار. عايزه اقول لكم الصاج كمان في الكاميرا مش واضح، الصاج ما شاء الله حجمه كبير، بيشيل فطيره كبيره. وزي ما انتم شايفين كده قلبتها وسبتها ترتاح. وهبدا بقى بقول لكم الانتفاخات دي اللي على العجين، اعرفي وتاكدي ان الفطيره ناجحه معاكي وارتاحت جدا. بصوا بصوا بفرد فيها بتمشي معايا بمنتهى السهوله. كل الحكايه ان انا بس بفردها من جوه لبره. طبعا على قد ما هتفردي بقى هتديكي شكل الصاج، يعني ما تقلقيش افردي فيها على قد ما تقدري. كل ما تفردي فيها هتورق معاكي، وكمان هتفرد معاكي، وممكن كمان تاخد صاج اكبر من ده على فكره، او لو في صينيه اكبر. يعني بصي الفطير معاكي طالما ارتاح هتفردي فيها يتفرد معاكي. يلا بقى، لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لي احلى لايك منك، وادعي لي دعوه حلوه يا ست الكل. وان شاء الله اعتمدي الطريقه دي، هتعملي احلى فطاير ممكن تاكليها، وممكن تعمليها في البيت وما تصدقيش ان النتيجه مبهره جدا جدا. الطعم جميل، الفطير طري من جوه مورق من بره، حاجه يعني مبهره جميله. وبعد ما فردتها احط على الوش كده كام قطعه من السمن البلدي، ولو عايزه تحطي كمان قشطه هتبقى حلوه جدا. بس خلي بالك وهي في الفرن القشطه ممكن تحمرها منك بسرعه، فخلي بالك. اهم حاجه في الفطير كمان يا ست الكل ان النار بتاعتك تبقى حاميه، يعني بمعنى اصح وانا شغاله دلوقتي في الفطير بفرد فيه انا مولعه الفرن تسخن. اهم حاجه ان فرنك تبقى سخنه جدا، لان الفطير بيحب النار عاليه عاليه جدا، علشان بقى ايه ما ينشفش منك وينتفخ معاكي كده في الفرن ويبقى مورق. وكمان خلي بالك لازم تشغلي الفرن مع الشوايه. خلاص، بس الشوايه تكون على درجه متوسطه، والفطيره تبقى على النار على الشبكه اللي في النص، علشان الارضيه بتاعه الفطير ما تتحرقش معاكي. عايزه اقول لكم في كذا طريقه حلوه جدا للفطير، واسهل من كده بكتير، ان شاء الله هنعملها مع بعض بس في الايام الجايه باذن الله. وادي كده خلاص الفطير بتاعتي انا خلصت الفطير بتاعي،
طبعا كل صينيه بسيبها ترتاح على قد ما تقدري. سيبي الفطير بتاعك يرتاح معاكي ساعه، نص ساعه، شوفي ايه اللي وراكي اعمليه وارجعي له تاني. هتفردي بقى ما شاء الله اللهم بارك، هتفضلي تفردي في الفطيره. يعني عايزه اقول لكم والله مهما افرد هي هتتفرد معايا، بس طبعا الصاج ايدها. فزي ما انتم شايفين كده، بصوا بقى، طالما صوابعك كده علمت في الفطيره اعرفي ان العجينه مرتاحه معاكي جدا جدا وجميله. هيبقى معاكي الفطير هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله معايا في الفرن. طبعا انا بقى بعيده على الصاجات بقى اللي انا ايه فردتها، وبحط بقى كده على الوش سمنه بلدي بقى وحركات وتكات وبتاع. وانتوا عارفين بقى يعني الفطير ده يعني دسم. كل ما تديله حقه في الراحه ان هو يرتاح، وفي السمن او الإيدام زي ما بيقولوا عليها، هتاكلي فطير فوق الخيال ومش هتصدقي ان انت عاملاه في البيت. كل اللي هيشوفه هيشكرك عليه والله. فخلاص كده انا خلصت الفطير ده كده. الصاج بتاعي بصوا دي مراحله كده في الفرن، يعني هو كده لسه بادئ الفطير ينتفخ معايا وهياخد بقى لون على الشوايه. يعني بصوا الفطيره اللي استوت معايا طلعتها على الشوايه، نار هاديه جدا يا جماعه، ما تخليش الشوايه عاليه معاكي قوي. وبعد كده بقى دخلت الصاج التاني على الارضيه ياخد بس سخونيه الفرن، وبعد كده بطلعه على الشوايه. وكده خلصت انا الاربع فطاير معاكم الحمد لله. ومعايا بقى عايزه اقول لكم الريحه والجمال. بصوا بقى الفطيره جميله ومورقه ازاي، حاجه كده في منتهى الجمال. عارفين الفطيره اللي في الاخر دي احنا اتسحرنا بيها والله. يعني انا خلصت الفطير ده، كنا خلاص ميعاد السحور، حطيتها بصراحه لاولادي وحطيناها كده بقى مع السحور، كانت جميله جدا. انا عارفه ان الفيديو متاخر بس هو غصب عني وانا لازم اكون صادقه معاكم. الفيديو ده انا مصوراه في رمضان، فعلشان بس حصل معايا ظروف بقى يا جماعه والامتحانات وضغوط، فالله المستعان. شايفين بقى الفطيره عامله ازاي، الارضيه بتاعتها حاجه جميله جدا. هي هقطع منها حته وعايزه اوريها لكم من جوه، بس هي كانت سخنه. وزي ما انتم شايفين بصوا الفطير هو اللي بيتكلم عن نفسه. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه، والفطير يكون حلو وحاز على اعجابكم، والفيديو كله يكون جميل. واشوفكم يا رب كده في فيديو جديد. متنسينيش بقى يا ست الكل بدعوه حلوه ولايك وشير وسبسكرايب لقناه عبير في المطبخ. اتمنى منكم دعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.